إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة مضيفة الطيران ريهام هشام محمود الخليفة قبل زفافها بعدة أسابيع، ولوفاتها المنية أثناء رحلة عمل لها بالمملكة المغربية بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة فور وصولها هناك. وبكلمات مؤثرة نعى خطيبها على حسابه الرسمي خطيبته مضيفة الطيران ريهام قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى خطيبتي وزوجتي المستقبلية وزوجتي في الجنة إن شاء الله عن قريب، ريهام هشام محمود الخليفة. ربنا يرحمك ويغفرلك ويعفو عنك ويسكنك فسيح جناته، واللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن ريهام بنت هشام في ذمتك وحبل جوارك، فقها من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران بأن المضيفة الجوية الراحلة ريهام هشام توفت أثناء رحلة إلى كازابلانكا، حيث تعرضت لأزمة قلبية داخل الفندق هناك في المغرب بعد وصول الرحلة وقبل عودتهم مرة أخرى إلى القاهرة. رحم الله ريهام هشام وأسكنها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان.